في علم النفس في حاجة اسمها قيمة الحضور والغياب، علشان كده جاي أقول لكم 4 حيل نفسية هتخلي اللي بعد عنك يندم فعلا. أول حيلة هنا هو الاختفاء الإيجابي، مش قصدي هنا إنك تختفي علشان يراقبك، قصدي هنا إنك تختفي من دايرة اهتمامه، إنك لما توقفي بقى ملاحقته أو السؤال عليه دي له مساحة إنه يحس إنه مفتقدك، ولما تقطع التواصل فعلا معاه هتخليه يسترجع الذكريات الإيجابية وبس. تاني حيلة، أكبر صدمة لأي حد بعد عنك هو إنه يلاقيكي بقيتي أفضل، مهتمية بنفسك وبشكلك وبصحتك، خليه يشوفك مبسوطة وأنت بعيدة عنه عشان يسأل نفسه سؤال: هو أنا ليه خسرتها؟ لأن نجاحك هو أفضل رد هادي. تالت حيلة، بلاش تشاركي أي حاجة تخص حالتك النفسية، زي إنك زعلانة منه أو غضبانة منه، عشان يفكر ويسأل نفسه هو يا ترى في اللحظات اللي هي ساكتة فيها دي بتفكر في إيه؟ رابع حيلة هو الاستغناء الحقيقي، يعني لما توصلي لمرحلة إنه مش فارق معاكي بالنسبة لرجوعه طبعا، وإنك تبطلي إنك تنتظري أي رد فعل منه، طاقتك وقتها هتتغير، وده هيوصل له بدون ولا أي كلمة منه. بس خلونا نتفق على حاجة مهمة بعد ما قلت ال4 حيل دول، إن النفس البشرية معقدة ومختلفة، يعني مش كل اللي بيبعد بيندم، ومش كل الناس بتفكر بطريقة واحدة أو بتفكر بنفس الطريقة، والهدف هنا هو إنك تعيشي حياتك، مش الهدف أبدا إنك تغيظي أو صعب عشان تستني إنه ينجح. فلو مرجعش بقى يبقى أنت كسبتي في الحقيقة نفسك، وإنك تكوني عارفة كمان إنه مش مكتوب.